السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة وطالبات بريب 2. إن شاء الله النهاردة يا ولاد هناخد الفاينل ريفيجن بتاعتنا. هنبدأ مع بعض نراجع الرولز بتاعت المنهج بتاعتنا واحدة واحدة كده، وكمان هنحل الموديلز بتاع كتاب المعاصر. فركز معايا قوي، والتفاصيل اللي أنا هقولها في أول الفيديو اللي أنا هشرح فيها الجيومتري طبعا، والرولز بتاعتها لازم تكون مذاكرها كويس قوي وتحفظها كويس قوي وتراجعها اللي مش حافظ يحفظها كويس قوي يا ولاد عشان يقدر من خلاله يحل الجيومتري بتاعنا. طيب هنبدأ مع بعض كده نشرح كده الجيومتري واحدة واحدة كده، وهنبدأ بالإيكليديان ثيورم وهنمشي واحدة واحدة كده، وهرجع تاني اخد اول 3 ليسون في الجيومتري مع بعض دلوقتي ان شاء الله مع بعض. بس هبدأ بالمهم قوي قوي قوي، فريق كله يركز معايا قوي، والتفاصيل اللي انا هقولها في الفيديو دي مهمة جدا ليكم يا ولاد. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. طيب احنا خدنا ايه في إيكليديان ثيورم؟ خدنا لو انا عندي رايت انجل تراينجل زي دوت وفي اي دي بيربنديكولار على السي دي السي بي، اول حاجه بيجيب لك في الجبل حاجتين، هيقول لك الاي بي بيربنديكولار على الاي سي، وهيقول لك كمان ان الاي دي بيربنديكولار على البي سي. انت مطلوب منك ايه يا بطل بقى؟ مطلوب منك 4 رولز تحفظهم زي اسمها، غير بايثاغورس ثيورم اللي انت اصلا حافظها اوريدي. طيب ماشي، بص كده، ادي عندك مثلث رايت. طبعا لو عندك اي تو سايدز تعرف تجيب السلايد التالت طبيعي، انت عارف الكلام ده عشان ده مثلث رايت. طيب ايه الرولز بقى المهمه يا مستر؟ قال لك لو انت عايز الاي بي ده، قال لك الاي بي باور 2 ايكوال بي دي باي بي سي، بي دي تايم بي سي. ده باي ده كله. طب لو انت عايز الاي سي ده، قال لك الاي سي ده عباره عن سي دي باي سي بي. ولو انت عايز الاي دي اللي في النص ده ايكوال دي بي باي دي سي. طيب في رول تاني للاي دي اللي في النص ده كده، قانون تاني. لو انت عندك الثري سايتس اللي بره دول، قالك لو انت عندك الثري سايتس اللي بره دول وعاوز الاي دي هيكون بيكوال ده تايم ده على ده، اي بي تايم اي سي على البي سي. خلي بالك مش باور 2. لو انت عايز الاي دي ده بس مش باور 2، القانون بتاعه مش باور 2، اي بي باي اي سي على بي سي. اوكي ماشي. طيب هلا كمان الارياز يا ولاد، الارياز مهمه جدا يا ولاد، مهمه جدا. طيب السيركل ايه هي؟ ده راديوس طبعا في السيركل. ايه هو الاريا بتاعت السيركل؟ طبعا الاريا بتاعت السيركل يعني باي ار بار 2. لكن السيركمفرنس بتاع السيركل، السيركمفرنس اللي بره ده ايكوال ايه؟ 2 باي ار. لو مش حافظ الكلام ده ما تروحش الامتحان، اسمع مني، الكلام ده مهم يتذاكر قوي ويتحفظ قوي. طيب ده اسمه السلندر. انا عندي 3 حاجات في السلندر، عندي فوليوم، lateral area، surface area او total area، الاثنين واحد يعني. الفوليوم بتاع مين؟ السلندر. بص اربط الفوليوم بالاريا، مش الاريا باي ار بار 2 بتاعت السيركل، اكتب على جنبها هايت، واربط اللاترال اريا بالسيركمفرنس 2 باي ار واكتب جنبها هايت. السيرفيس اريا او التوتال اريا 2 باي ار برضو اتش بلس ار. تاني حاجه يا اولاد، اي بريزم عندي، اي بريزم اي شكل مجسم يا اولاد، اي شكل مجسم ليه 3 قوانين برضو. جاب لك تريانجلر بريزم، جاب لك سكوير بريزم، ريكتانجل بريزم، اي شكل مجسم ده كده ليه 3 قوانين. اول رول عندي اسمه فوليوم وعندي lateral area برضو، وعندي total area برضو.
بس قبل ما اكتب كده بالعربي، اكتب بالعربي كده، قبل ما تجيب الفوليوم، قبل ما تجيب الفوليوم لازم تجيب البيز اريا والبيز بيريمتر. طيب يا ولاد، طيب تعال نجيب بقى البيز اريا والبيز بيريمتر. خلي بالك لو البيز ترينجل الاريا بتاعته هاف باي بيز باي هاي. اوكي، لو البيز ريكتانجل الاريا بتاعته لينس مالتبلاي الويدث سكوير سايد باور 2. الحاجات دي لازم تبقى عارفها طبعا. طيب البيريمتر بقى، البيز بيريمتر اللي هو الفريم بتاع البيز، الفريم اللي بره ده بعمل لهم بلس بعض. اوكي، لكن اول حاجه لازم اجيب البيز اريا والبيز بيريمتر. اجيب بقى الفوليوم بيعتمد على البيز اريا، يعني البيز اريا باي هايت، واللاترال اريا البيز بيريمتر باي هايت. التوتال اريا بقى اللاترال اريا اللي انا لسه جايبها من شويه وحسبتها بلس 2 باي بيز اريا. الرولز دي مهمه قوي قوي. اوكي ماشي. طيب بعد كده يا حبايب قلبي خدنا الديستانس بتوين تو بوينت، المسافه ما بين نقطتين. انا عندي بوينت زي دي كده مثلا يا عم 2 5 والثانيه 3 و7 مثلا، عايز اعرف المسافه بينهم قد ايه. الرول بتاعتي بتقول لي x1 minus x2 باور 2 y1 minus y2 باور 2. يعني ايه يا مستر؟ من الاخر كده من غير اي تعقيدات. اول حاجه هتكتب الاكسات مع بعض، 2 وال3 هنا وال5 وال7 هنا، بس كده، ولا تعقيدات بقى ولا اي حاجه من الشغل ده. اوكي طيب لو جاب لك 3 بوينت مثلا 2 5، اي 3 بوينت، اي 3 بوينت، وقال لك اثبت لي ان هي كولينير، اعمل ستار على كولينير دي. قال لي اثبت لي ان هي كولينير، هتجيب الاي بي والبي سي والاي سي. اجيبهم ازاي يا مستر؟ يا ابني بالقانون بتاعك ده، جيب الديستانس بين اي بي والبي سي والاي سي، هيطلع 2 قد التالت، يبقى دول كده كولينير. يعني مثلا ده يطلع ب 5 وده ب 3 والكبير كله ب 8 مثلا. اوكي، يبقى دول كده ايه؟ قول له therefore the point A B and C are collinear، عشان هما لو جمعت 2 هيطلع قد التالت. طب في التراينجل بقى، لو قال لي اثبت لي ان هو دوت مثلا رايت انجل تراينجل، برضه هجيب الاي بي بالقانون بتاعنا، طبعا انتوا عارفينه بقى مش هقوله تاني بقى، خلاص دي ستايل الديستانس. وهجيب البي سي، احط الاكسات في الاول والوايت في الاخر، وهجيب الاي سي. واكتب كده عندك في النوتس كده لما يطلب مني اثبت لي ان هو اي تراينجل بقى، لازم لكل، اسمع مني بقى، قال لي اثبت لي ان هو رايت، اثبت لي ان هو اوبتيوس، اثبت لي ان هو اكيوت. هعمل لكل سايد باور 2. اكتب كده بالعربي، هعمل لكل سايد باور 2. يعني اجيب الاي بي باور 2 واجيب البي سي باور 2 واجيب بعد ما احل القانون بتاعي. لو طلع 2، خدتها انت دي بقى مش عايز، بص هعيدها تاني والله، مش خساره فيك يا جميل. بص لو طلع الاي بي اي 2 سايد بلس بي، اسمع كده، اي 2 سايد اصغر 2 سايد قد التالت يبقى اكيد ده رايت. لكن لو طلع 2 اصغر من التالت يبقى اكيد ده اوبتيوس. طب لو طلع 2 اكبر من التالت يبقى ده اكيوت. كلام مهم قوي قوي قوي. بص انا بديك الزتونه، افهم. واحنا لما نيجي نحل جيومتري دلوقتي هتلاقي الدنيا دي كلها اصلا ايه، خلاص انت شفتها معايا دلوقتي.
ركز معايا بقى. بص بقى، لو قال لي اثبت لي ان هو باراليلوجرام، اثبت لي ان هو قصه الكولينير والتريانجل دي مهمه قوي. معلش مهمه قوي والله. الكولينير دي مهمه قوي، مش عارف ليه. اي بي سي دي لو قال لي اثبت لي ان هو باراليلوجرام، هجيب الاربع سايدات، هجيب الاي بي والدي سي والبي سي والاي دي، هجيب الاربع سايدات. هيطلع كل اتنين اوبزيت لبعض قد بعض، يعني يطلع مثلا الاي بي قد الدي سي، والبي سي قد الاي دي. خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، يبقى كده اقول له كده اجيب ازاي؟ واحد يقول لي اجيب ازاي الاي بي؟ يا ابني افهم، يالا يا افهم يا، هتجيبها بالقانون بتاعك عادي، اللي هو ده. جيب الاي بي والدي سي والبي سي والاي دي، هيطلع كل اتنين قدام بعض قد بعض. هقول له سنس ان كل اتنين قدام بعض قد بعض، يبقى زيرفور ده باريوجرام. ونفس الفكره في الريكتانجل، هيطلع كل اتنين قدام بعض قد بعض. بس في الريكتانجل بقى اكتب كده عندك، في الريكتانجل لازم اجيب الاي سي. فالفكره ان في ريكتانجل لازم اجيب الدياجونالز، ولو الدياجونالز يا ولاد هيطلعوا قد بعض، يبقى لازم انا اقول ان الاي سي هتطلع قد الدي بي. ده في السكوير، ده في الريكتانجل. وخلي بالك برضو في السكوير هجيب الاربع سايدات، هيطلع الاي بي قد البي سي قد السي دي قد الاي دي. اوكي، في الرومبس والسكوير بيبقوا الاربع سايدات قد بعضها. بلس ان انا اجيب الدياجونالز برضو في الرومبس والسكوير، هيطلع ان الرومبس، اكتب كده الدياجونال في الرومبس not equal. السكوير بقى لما اجيب الدياجونال بتاعته هيطلعوا قد بعض. اوكي، هيطلعوا قد ايه؟ قد بعض. تيجي يا ابني كده، ايوه كده شاطر جدع. ماشي. بعد كده يا ولاد خدنا الاسلوب بقى، خدنا الاسلوب. ايه هو الاسلوب؟ الاسلوب كان عباره عن y2 minus y1 over x2 minus x1. انا عارف ان في ناس هتسمع الفيديو ده اول مره، حاسس انها بتسمعه كده اول مره الكلام اللي بقوله ده. يعني ايه y2 minus y1؟ يعني لو عندي بوينت زي دي مثلا 2 و5 مثلا 2 5 و3 و7، عايز اجيب السلوب، هبدا بالواي 7 minus 5 over 3 minus 2 كده، من غير بقى اي فزلكه بقى ولا اي حاجه. 7 minus 5 over 3 minus 2. خلي بالك لو قال لي برضو الستريت لاين بارل للاكس اكسس، يبقى السلوب بتاعه ايكوال 0. لكن لما يقول لي بارل للواي اكسس يبقى السلوب undefined. اوكي، ماشي. ماشي. لما يكون لما صار النبي اللي امتى اكتب كده، امتى يكون الستوب بوزيتيف؟ لو الستريت لاين عامل انجل اكيوت. طب امتى يكون نيجاتيف؟ لو الستريت لاين عامل انجل اوبتيوس. اوكي، كلام جامد قوي. ماشي، تعالى بقى ايه، نشوف كده بقى الجزء الاول اللي انا قلته ده اللي هو مهم ده، اللي هو اول 3 ليسنز، ونراجعهم مع بعض برضه. يلا. بيقول لك ايه يا باشا؟ قال لك لو انا عندي تراينجل زي ده، فين هي اكبر سايد؟ اكبر سايد قدامها اكبر انجل. اكتب كده اكبر سايد قدامها اكبر انجل. يعني لو انجل بي دي اكبر من سي، فالسايد اللي قدام بي اكبر من سي. اكبر سايد قدامه اكبر انجل. اكتب تاني بقى، اكبر انجل قدامها اكبر سايد. اكبر سايد قدامه اكبر انجل، واكبر انجل قدامه ايه؟ اكبر سايد. طيب، مثال كده مهم قوي يا شباب، هيقابلنا دلوقتي، بس انا عايزك تاخد فكره عنه الاول. جاب لك الشكل ده كده، وقال لك اثبت لي ان انجل اي بي سي اكبر من اي دي سي، وجايب لك دي مثلا ب 8 ودي ب 3 ودي ب 5 ودي مثلا يعني دي ب 2. اكتب كده عندك لما يجي لك السؤال ده، لازم ادرو دي بي، لازم ارسم ده، لازم ارسم ده.
وقسم مسألتي. هو مش الاي دي اكبر من الاي بي؟ ده 8-3. والدي سي اكبر من البي سي؟ 5-2. صح. يبقى انجل اي بي دي اكبر من اي دي بي، وكمان سي بي دي اللي هي دي كده اكبر من سي دي بي، اللي هي مستر اكبر عشان دي قدامها 5 ودي قدامها 2 يا عيني. دي قدامها 8 ودي قدامها 3. اكبر انجل قدامها اكبر سايد. خلاص بعد ما رسمت وجبت الانجلز بتاعتي، خلاص هقول له بقى باي ادنج. هحط دول على بعض، يبقى الانجل الكبيره اللي هي اي بي سي اكبر من اي دي سي. هتقابلنا في الحل دلوقتي، بس انا عايز تاخد فكره عنها قبل ما نحلها. دلوقتي يا ولاد هنحل المودلز بتاعت الكتاب المعاصر. احنا راجعنا الجيومتري كلها، الالجبرا هنقولها واحنا بنحل المودلز دلوقتي. فيا ريت تركز معايا بقى قوي، عشان هشرح تاني وانا بحل اسئله الالجبرا، هشرحها كامله ان شاء الله باذن الله. فركز معايا ان شاء الله تستفيد ان شاء الله استفاده كامله باذن الله يعني. طب نبدا. اول حاجه بيقول لي choose the correct answer، ومديني بيقول لي هنا x 5 12 and 30 are proportional. what is the value of x؟ اول لما يقول لي are proportional تعمل كده x over 5 equal 12 over 30، ونعمل cross multiplication يعني 12 by 5 over 30 تطلع الانسر بتاعنا ب 2. طيب اكتب عندك كده، ما ينفعش يكون جنب الاكس نيجاتيف ساين، ما ينفعش. طب في الحاله دي اعمل ايه يا مستر؟ اكتب عندك كده اغير اشاره الاكس وكل النمبرز، يعني كل اللي قدامي دول كده اغير اشارتهم. يعني بدل ما دي نيجاتيف اكس اخليها اكس، اغير اشاره كل النمبر. غيرت الاشارات واعكس العلامه، بدل ما جريتر تبقى ليس. يعني الاكس اصغر من نيجاتيف 4 من اول نيجاتيف انفينيتي لحد نيجاتيف 4، وخلي بالك هي اب ان عشان ما فيش ايكوال. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي f of x equal x plus 3 g of x equal x power 2. So what is the value of 2f of 3 plus 3g of 2؟ 2f of 3 يعني 2 multiply ايه f of 3 ده يا مستر؟ f of 3 يا ولاد يعني حط الاكس ب 3. فين؟ في الجي ولا الاف؟ قال لي اف يا ابني، هنا كده. نفتح براكت 2 ملتبلاي، حط الاكس ب 3، 3 بلس 3 بلس 3 ملتبلاي. افتح براكت جي اوف 2 يعني حط الاكس ب 2 في الاف ولا في الجي؟ ما هو قال لك جي اوف 2، حط الاكس ب 2، 2 باور 2 تطلع 24. If the probability of a team winning any match is 80%, how many matches is the team expected to win out of total 35 matches؟ يعني من الآخر كده احتمال إن الفريق يكسب 80% وهو لعب 35 matches، يبقى هقول 80% multiply 35، 80% multiply 35 تطلع كام يا ولاد؟ تطلع ويز كالكوليتر بقى كده. ماشي. %80 by 35 equal 28 matches. 28 matches. اوكي يلا نكمل. The circumference of a based right cylinder is كذا. بص اكتب عندك كده
شفت النوتس دي مهمه. لما اكتب بالعربي عادي، لما يديك الانسر جاهز اكتب القانون وعوض. لما يديك الانسر جاهز اكتب القانون وعوض. يعني ايه يا مستر؟ قال لك السيركونفرنس بتاع السيركل 16 باي، انت عارف القانون بتاع السيركونفرنس. انا لسه قايله لك يا حبيبي، السيركونفرنس الرول بتاعتها ايه؟ ها اكتب كده 2 باي ار ايكوال كام بقى؟ هو قال لك السيركونفرنس بكام؟ ب 16 باي. كتبت القانون وعوضت. اوكي؟ اكنسل الباي مع الباي، وال2 هنا بالباي اوديها الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى الار ايكوال 16 ديفايدد 2 ب 8. كده انا جبت الار ب 8 وعندي الهايت ب 2. عايز الفوليوم. فاكر لما كنت بقول لك الفوليوم بتاع السلندر اربطه بالاريا؟ باي ار باور 2 هايت. اوكي؟ الار جبناه بكام؟ ب 8، يعني ايكوال سيبك من الباي هسيبها 8 باور 2 باي الهايت ب 2 equal 128 باي. تعال نشوف بقى الاكسرسايز اللي بعد كده. What is the slope of a straight line؟ قلت لي سلوب بقول الوايات فوق ماينس بعض اوفر الاكسات ماينس بعض. يعني 8 ماينس 7 اوفر نيجاتيف 4 ماينس 2 زي ما تطلع بقى. هتطلع نيجاتيف 1 اوفر 6. ماشي. الديستانس قلت قانون الديستانس ثابت، روت بعمل براكت ماينس باور 2 بلس براكت ماينس باور 2. حط الاكسات في الاول، حط الوايات، احسبها بالكالكليتر. اعمل كده روت براكت 4 minus 1 power 2 plus 7 minus 11 power 2 تطلع equal 5 units. equal 5 units. تطلع معانا 5 units يا حبايبي. ماشي. بعد كده الدايمتر. بص انا مش بتعامل بالدايمتر. لما تلاقي يجيب لك دايمتر خلاص هات الراديوس. الراديوس نص الدايمتر. قال لك الدايمتر لينس السؤال بيبقى راديوس ايكوال 6. وات از ذا سيركونفرنس؟ السيركونفرنس يا مستر يعني 2 باي ار. سيبك من الباي، اهي الباي موجوده اصلا. الار ب 6 صح؟ يبقى 2 باي 6 ايكوال 12 باي. ابيز. بص بقى اول اشوف بريزم قدامي يا اولاد اتاكد عايز لاترال اريا ولا فوليوم. عاوز فوليوم هعتمد على البيز اريا، عاوز لاترال اريا هعتمد على البيز بيريمتر. ففي الاخر قال لك لاترال اريا، خلاص انا عايز بيز بيريمتر. خلاص فهجيب البيز بيريمتر اللي هو كله بلس بعض ده صح، وكده هجيب بقى اللاترال اريا بيز بيريمتر باي الهايت. يلا نكمل بقى. بظبط، انا بحب اظبط حلي قبل ما احل. بيقول لي the base of a right prism shape square. البيز سكوير يعني 4 سايدات سكوير قد بعض. ماشي. which side length is 5؟ السايد ب 5 وهم 4 سايدات 4 باي 5 20. يبقى البريمتر 4 باي 5 20. والهايت ايكوال 6. الهايت ب 6 يعني اللاترال اريا بقى بيز بيريمتر باي الهايت ب 120 سنتيمتر سكوير. اوكي. تعالى بقى نشوف اسئله الاساي بتاعتنا. بص بقى انا هشرب والله يا ابني. بص انا اديك الزيتون بس لما اجي لك في الفاينل ادعي لي بقى اديك الزيتون. لو قال لك ايه بي سي دي ار، انا هشرح مش حل السؤال. ار بروبورشنال يبقى A over B equal C over D equal K. يعني ال A equal BK وال C equal DK. وتحط مكان ال ABK وال CDK زي اللي قدامك دي كده. بس هنا قال لك مين؟ مش بروبورشنال. طب ادي اول حاله.
طب تاني حالة، لو جه قال لك ماشي، لو جه قال لك يا حبيبي البي is زي اللي فوق دي is a main proportional of أو between AC. البي في نص AC. تعمل كده بقى، بص A over B كمل equal B over C equal K. ساعتها هقول ال A، سوري ببدأ من الآخر، هنا ببدأ من الآخر، ال B ب CK وال A برضه ب CK بس باور 2. كلام جامد أوي 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 أوي. طيب في كيس كمان، في كيس تالتة. لو جه قال لك A B C D are continued proportional. continued يعني A over B equal B over C equal C over D equal K. وساعتها ببدأ من الآخر برضو، بص C بدي كي برضو B بدي كي الله بس باور 2، A بدي كي برضو بس باور 3. بص ده زي اسمك، ما تقوليش انا رايح الامتحان وانا مش عارف دول، يبقى انت بتهزر من الاخر. طيب اقول برضو حاجه تانية، لو قال لي بي از مين وطلب مني اللي في النص، طلب مني البي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت الاول في الاخير. البي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت الاول في الاخير. اظبطها اكتبها لك بس عشان تبان قدامك. يلا يا بطل، البي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت الاول في الاخير. طب هو السؤال ده بيقول لك ايه؟ السؤال ده بيقول لك البي از مين بروبورشنال، البي از مين بروبورشنال، البي از مين بروبورشنال. طيب تعال قايل لك البي از مين. طيب يا مستر طالما قال لي البي از مين يبقى البي مكانها فين في النص؟ في ناس ذاكرت وحفظت خلاص اي بي سي، يعني A over B equal B over C equal K. يعني ببدأ من الآخر، البي بسي كي والA بسي كي باور 2. اوكي؟ طب هبدأ بالليفت هاند سايد بقى. الليفت هاند سايد، الليفت هاند سايد في مين؟ A minus B over B minus C. والرايت هاند سايد A plus 3B over 3C plus B. ده الليفت وده الرايت. طب يلا نعوض بقى، يلا احط مكاني الايه ده الليفت هاند سايد ده الرايت هاند سايد. اظبط، انا بحب بص باخد درجات والله، بظبط حلي. ادي الليفت وادي الرايت. يلا بقى نحل بقى. شفت انا كل ده اصلا حافظه وعارفه، فانت اصلا السؤال انت حلل نصه قبل ما تبدا. السؤال انت حلل نصه قبل ما تبدا. تنزل تكتب الستبس بتاعتك وخطواتك وهي قدامك اهي. يلا اللهم صل على النبي. نعوض بقى، نحط مكان الاي سي كي باور 2 ماينس البي حط مكانها سي كي ماينس البي حط مكانها سي كي ماينس سي. الاي احط مكانها سي كي باور 2 بلس 3 بي. البي احط مكانها سي كي، السي مكانها سي زي ما هي، البي احط مكانها سي كي. يلا بقى نعمل سمبليفاي. يلا نعمل سمبل. في حاجه مشتركه هنا، يعني انت شايف ان في حاجه كومون هنا مثلا، السي موجوده هنا وهنا، السي موجوده هنا وهنا يا مستر. في سي وفي سي وفي كي وفي كي برضه صح؟ خد اصغر باور، ما تاخدش كي باور 2، خد اصغر باور، خد سي كي بره. خدت سي كي يتفضل كي واحده، خدت سي كي كلهم يتفضل 1. في ايه مشترك؟ السي. خدت السي يتفضل كي، خدت السي من هنا يتفضل 1. الله، امشي يلا امشي. يبقى اول حاجه يا ولاد طلعت لي بكي.
في ناس دماغها شغاله. خلاص انا عرفت يا مستر الرايت هاند سايد هيطلع بكي برضه، صح؟ صح. يلا في كومن فاكتور، هنا في سي وفي سي، هنا في كي باور 2، هنا في كي، اخد اصغر باور، اخد السي والكي. انا عارف الناس قاعده باصه كده تقول لك يا نهار اسود انا هحل ده كله. يا ابني ما انت اصلا نص السؤال انت حله اصلا قبل ما تبدا السؤال. ده مش مهم خلاص. كام درجه دي؟ 5 درجات يا عم مش مهم، درجتين يا عم مش عاوز. يا حبيبي ما انت الاسئله سهله والله، وفي الاخر تيجي تعيط بعد كده. وتعيط ليه؟ طب من دلوقتي ما تسترجل وتبدا تحل. يلا. خدت السي كي كومن فاكتور، خدت السي كي اتفضل كي واحده، خدت السي كي اتفضل 3، تحت ايه مشترك سي، خدت السي يا مستر اتفضل 3 بلس كي. راحوا مع بعض راحوا مع بعض، ما انت عارف ان هي كي اصلا، يبقى الليفت هاند سايد قد الرايت هاند سايد. بس يا باشا مع السلامه. يلا بصوا انا في سؤال واحد انا شرحت يعتبر يونت كامله الا حاجات بسيطه. فانا لما بحل معاك دلوقتي تقول لي بس ما رجعتش الجبر، لا هراجع معاك الجبر وانا براجع معاك الجبر دلوقتي. وبالنسبه يا اولاد الشرح بتاع الفيديو دوت معاكم رقم موبايلي موجود معاكم في الفيديو تحت اهو، ابعتوا لي على الواتساب وابعت لكم البي دي اف بتاعت الشرح بتاع الفيديو كله، اوكي عشان تذاكروا تاني. طيب انت عندك بقى، عندك هنا لما يقول لي represent graphically the function f where f of x equal 4 minus 2x، ارسم دي ازاي؟ سؤال مهم مهم، وجه لزمايلكم في الازهر على فكره. طيب تعالى كده، تعالى يا بطل نرسم الشيء. نرسم اول حاجه، احب اظبط حلي، ارسم جدول كده صغير كده بسيط، واكتب هنا كده اظبط جدولي كده واظبط حليلتي كده، واكتب هنا اكس او اف اوف اكس اللي هي واي. اكتب كده هنعوض، اكتب هنعوض مكان الاكس بثلاث ارقام من دماغي. هنعوض مكان الاكس بثلاث ارقام من دماغي 0 1 2. انا بحب اعوض بدول، اسهل حاجه. حط الاكس بزيرو، حط الاكس دي بزيرو، 2 باي 0 بزيرو، 4 ماينس 0 4. حط الاكس ب 1، 2 باي 1 ب 2، 4 ماينس 2 2. حط الاكس ب 2، 2 باي 2 4، 4 ماينس 4 0. يلا نرسم بقى الاكس اكسس والواي اكسس بتاعنا. ادي الاكس وادي الواي. ماشي. رسمة مهمة قوي، المسافات ما بين النقط تبقى متساوية. ما ينفعش اقول بقى دي سنتي ودي 7 سم، لا لازم كل سنتي بين كل بوينت والتاني اسيب مسافة سنتي ها، عشان بس عارف الدماغ. يلا اكتب ده الاكس اكسس وده الواي اكسس. 1 2 3 4، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4، ده الاكس كده 1، الواي 1 2 3 4، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. ماشي. ادي البوينت قدام اهي. يلا عشان نرسم يا مستر، يلا يا حبايبي كده ونحدد البوينت بتاعتنا. اول بوينت عندي 0 4، 0 في الاكس و4 في الواي، ادي 0 واطلع لل4، 1 واطلع لل2، 1 اهو واطلع لل2 اهو، 2 0 اهو. ارسم بقى الخط بتاعك الستريت لاين بتاعك. هيطلع ستريت لاين يبقى انت كده حالل صح خلاص. لو طلع ستريت لاين كده يبقى انت كده حالل صح. شفت الرسمه مهمه وسهله وبسيطه، اضمنها في الامتحان.
ماشي. يا مستر اتفضل يا مستر عصام. يا عم اهدى يا عم، ايه دي؟ نص دايرة. ايه ده؟ ترابيزيوم. نص دايرة على ترابيزيوم. ايه المشكلة؟ يعني يا مستر انا كنت بجيب الاريا بتاعت السيركل، هجيب نصها بس. نصها. طيب هو عايز ايه بقى؟ find the area of the figure ومديك الباي. يا عم ماشي. انا عندي شكلين، نص دايرة اهو، وعندي كمان ترابيزيوم، صح؟ هجيب الاريا بتاعت كل واحدة واعمل لهم بلس بعض. يا عم بس كده؟ بس يا عم كده، مش عايز اكتر من كده. اجيب الاريا بتاعت كل واحدة واعمل لهم بلس بعض. ماشي. تعال نجيب بقى السيركل، وهجيب نصها يعني. ماشي، انا عارف القانون يا مستر. الاريا بتاعت السيركل باي ار باور 2، بس انا عايز نصها بس، فهعمل اوفر 2. طب الترابيزيوم ميدل بيز باي هايت. طيب نص السيركل يا مستر باي ار باور 2، الباي بكام؟ ب 22 اوفر 7. الار بكام؟ راديوس اهو ب 6 يا مستر، باور 2 اوفر 2. بس يا عم بالآلة، ولا تتعب نفسك يا باشا ولا اي حاجه. تقول بقى 22 over 7 باي 6 باور 2، واللي يطلع اعمله divided 2 عشان ده نص دايره، تبقى 56.5. 56.5 ماشي، او بوينت 6 يعني، عملت لها راوند. يلا سنتيمتر سكوير. طب اللي يا مستر الترابيزيوم ميدل بيز، البيز دي يا مستر قايل لي ب 18 والهايت قايل لي ب 5. طب البيز دي بكام؟ يا ابني مش ده راديوس يا ابني ب 6؟ ما هو ده راديوس قد الراديوس، وده واحد تاني ب 6. يبقى البيز دي كلها ب 12 يا مستر. خلاص، ميدل بيز اللي هي 12 بلس 18، التو بيزز بلس بعض اوفر 2 باي الهايت اللي هو 5. واحسبها بقى. 12 plus 18 over 2 باي الهايت اللي هو 5، تطلع 75 سنتيمتر سكوير. التوتال اريا كلها بقى اعمل ال 56.6 بلس 75 زي ما تطلع بقى، مش فارقه، سنتيمتر سكوير. فهمت يا بطل؟ عندي جزئين، جبت الاريا بتاعت الاولاني والتاني وعملت لهم بلس بعض بس. قلت لك لما تلاقي بريزم، لو طالب مني فوليوم يبقى انا في الاول هعمل بيز اريا، لو طالب لاترال اريا هعمل بيز بيريمتر. طب هو عايز مني مين؟ الفوليوم. خلاص اجيب البيز اريا. والبيز هنا مثلث يا ولاد، يعني هاف باي بيز باي هايت، يعني هاف باي البيز هنا ب 6 والهايت هنا ب 5، تطلع ب 15 سنتيمتر سكوير. كده انا جبت البيز اريا. هجيب بقى الفوليوم ايكوال بيز اريا باي الهايت، والبيز اريا يا مستر جبناها ب 15 والهايت يا مستر ب 10، يبقى ب 150 سنتيمتر سكوير. سهل قوي. حلو قوي السؤال ده، مهم قوي وما قالستاش، مهم قوي. بص يعني ممكن يجيلك بنسبة 99.9 يعني، سؤال مهم. If R is the relation from X to Y means X plus Y equal 10. X belong ل X وال Y belong ل Y. اكتب كده. لو جايب الاكس بس، لو جايب الاكس بس هكتب الاكس مرتين بس، هو هجيب لك اكس وواي. الراجل ده محترم، محترم بجد. طب احل السؤال ده ازاي؟ اكتب كده عندك، هجيب الواي او البي لوحدهم، هجيب الواي او البي لوحدهم، وهعوض مكان الاكس وهعوض مكان الاكس. ازاي؟
بيقول لي x بلس y equal 10. ده اللي بعد مينز اللي قعدت اقول طول السنه اللي بيجي بعد مينز مهم يا اولاد. x بلس y equal 10. اجيب الواي لوحدها. امشي يلا من هنا يلا. y equal 10 minus x. اجيب بقى الريليشن بتاعتي. عندي كام x؟ 3. ماشي. بص عشان في تفصيله مهمه جايه الوقت. اول حاجه الكلام ده هيفهمه قوي، هيفهموا اللي خد مراجعه معايا. اول حاجه هحط مكان الاكس 2 ومكان الاكس 3 ومكان الاكس 5. حط مكان الاكس 2 10 ماينس 2 8. الحمد لله حليتها. بس استنى اتاكد ال8 موجوده هناك. قشطه عليا. حط مكان الاكس 3 10 ماينس 3 7. خلاص قشطه ال 7 موجوده. تمام. حط مكان الاكس 5 10 ماينس 5 5. تمام. طب لو ال5 دي ما طلعتش موجوده هنا، لا مش هحطها، هكنسلها. خلاص كده هكنسل كله البراكت ده. لازم اتاكد ان الانسر ده موجود هناك في الواش. طيب اعمل بقى الارو دايجرام بتاعي. هنا اكس وهنا واي. اكتب مكان الاكس عندك. في هنا يا بطل ايه؟ في عندي بص الاكس مكانها ايه 2 3 5. وبالمناسبه الاكس ده اللي هو الدومين. والواي 8 7 5. اوصل بقى ال2 راح لل8 صح؟ اظبط الواي، ارتب الواي بقى 5 7 8. ال2 راح لل8 وال3 راحت لل7 وال5 راحت لل5. يبقى دي فانكشن ولا نوت فانكشن يا شباب؟ فانكشن. يعني ايه فانكشن؟ يعني كل رقم في الاكس خارج منه سهم واحد، او الاكس متكرره مره واحده بس. يعني ال2 وال3 وال5 مفيش رقم متكرر في الاكس مرتين. مفيش رقم متكرر في الاكس يا مستر مرتين. يبقى دي كده اسمها فانكشن. فانكشن يا مستر. فانكشن واي because each بص قايل لك واي يا ابني، قايل لك واي because each element. انا عايز اقول له كل رقم في الاكس خارج منه سهم واحد بس. each element of x has one image in y. اديك حاجه ما طلبهاش منك. لو طلب منك عاوز الرينج. الرينج اكتب كده. الرينج الارقام اللي اخترتها في الواي. اخترت من الواي 5 و7 و8. يبقى الرينج بتاعي 5 و7 و8 يا مستر. كلام مهم قوي قوي قوي. انا بشرح الدرس كله مش بديك حته منه. طيب لو طلب مني الكارتيزيان برودكت، اهو الكارتيزيان خط كده وخط كده وادي الاكس وادي الواي. الاكس فيها 2 3 و5 والواي فيها 5 و7 و8. اول بوينت عندي 2 8 ما وصلش يا اخويا. وتاني بوينت 3 و7 وتالت بوينت 5 و5. اكتب بقى 3 و8 2 8 سوري 3 و7 5 و5. اوعى توصل يا باشا. ما تبقاش بقى فزلوك بقى وتقول لي هعمل ماتش بقى يا مستر عشان انا اللي جايب الماتش في شويه. لا سيبها كده حاجه سيبها بس. مش نكمل تاني. In the given figure ABCD is a quadrilateral. الرسمه دي رسمتها من شويه قدامك. طيب اول لما الاقي حاجه زي كده دروبي دي قبل ما تفكر فيا، قبل ما تفكر هتعمل ايه بعد الامتحان، قبل ما تفكر في اي حاجه اكتب كده درو بي دي. ارسمه الاول درو بي دي يا شباب. بس انا عندي مثلثين واحد فوق واحد تحت. اكتب كده. بص والله انا بديك الحل. انا بص انا ما شفتش هو عايز مني ايه. اكتب كده. اعمل اللي بقول لك عليه وخلاص. in triangle ABD in triangle BCD
ال7 اكبر من ال5 since ان الاي دي اكبر من الاي بي في المثلث التاني. ال6 اكبر من ال4. اظبط لك بس الخط كده ثواني. الاي دي اكبر من الاي بي. ال6 اكبر من ال4 since عفوا ان الدي سي اكبر من البي سي. خلي بالك المسألة اتحلت، خلصت يا باشا، خلاص. يلا بقى نكمل. انا قلت الاي دي اكبر من الاي بي، يبقى انجل بي اكبر من انجل دي عشان دي قدامها 7 دي قدامها 5. يبقى therefore measure of angle ABD greater than measure of angle ADB. وكمان ان الدي سي اكبر من البي سي، يبقى دي اكبر من دي قدامها 6. يبقى therefore measure of angle دي بي سي اكبر من measure of angle سي بي دي. اوكي ماشي. هعمل كده باي ادنج هعمل دول بلس بعض. مش انت قلت يا ابني ان دي اكبر من اللي هناك ودي اكبر من اللي هناك، يبقى دي كلها اكبر من دي كلها، هو ده اللي عايزه. بص كده since او باي ادنج هعمل دول بلس بعض. مين دول بقى؟ اي بي دي بلس انجل سي بي دي، دول كده مع بعض اكبر من دول كده مع بعض اي دي بي بلس سي دي بي. خلاص يبقى اللي عايزه حصل بقى، يبقى الانجل دي كلها اكبر من دي كلها. سؤال لذيذ قوي وبسيط قوي وخطواته ثابته ومعروفه. نيجي للسؤال اللي بعد كده. السؤال ده جامد قوي. ماشي، مهم قوي يا شباب، مهم قوي. انا عندي دلوقتي الشكل ده، عندك مثلث رايت. طب معلش انت قلت لي يا مستر دول بيبقوا موجودين في السؤال، انا هكتبهم سينس على طول. سينس، شفت الدرجات؟ ان الاي بي بيربنديكولار على الاي سي، وسينس ان الاي دي بيربنديكولار على البي سي. حل بقى انت بقى، حل بقى، حل. عندك مثلث رايت فيه 2، اعرف اجيب التالت؟ طبعا. سينس، ما ده الهايبوتنس، ده اللي قدام الرايت، ده الكبير، البي سي ده الكبير اللي انا عايز اجيبه ده. طيب سينس ان البي سي باور 2 ايكوال قد الاثنين التانيين باور 2، بايثاغورس ثيورم خدناها في الترم الاول. يبقى البي سي ايكوال روت 12 باور 2 بلس 9 باور 2، اعتقد ايكوال 15. احسبها بس كده، او 17 مش فاكر، 15 مش عارف. روت 12 باور 2 بلس 9 باور 2 ايكوال 15. طيب هو عايز مني ايه؟ عايز مني الاي دي. ايه ده الاي دي؟ ما معروفة. طيب يا مستر انت قلت لي في كام قانون كده، لو عايز اللي في النص وعندي التلاتة اللي بره. ايوه يا مستر، الاي دي ايكوال اي بي باي اي سي على بي سي. يعني 9 باي 12 على 15. ناين باي 12 over 15 تطلع بكام يا ولاد؟ 7.2. عايز مني السي دي. فين السي دي؟ اهي. ممكن اجيبها بطريقتين. اجيبها ازاي يا مستر السي دي؟ مش انت عندك مثلث؟ يلا عندك ده ب 12 وده 7.2، اعرف اجيب التالت؟ مش ده مثلث رايت؟ عندي 2 اهو، اعرف اجيب التالت؟ ده كده الهايبوتنس، ده العوائد الصغير ماينس، يبقى سينس ان السي دي ايكوال روت الكبير باور 2 ماينس الصغير باور 2. بس كده يا باشا. سؤال سهل وبسيط يا شباب، عشان كده بقول لك ما تعقدش الدنيا على نفسك. وبكده يا ولاد خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان انت تكون استفدت جدا من الفيديو ده. استنوني فيديوهات تانية ان شاء الله، نكمل مع بعض حل موديلز الكتاب المعاصر. اتمنى تكون استفدت وتحل كده وتحفظ الرولز كويس كده، وانا حاولت ان انا اشرح كل حاجه وانا معاك.
استنوني في فيديو جديد يا شباب. باي باي.